اهو هو ده السجق الشرقي اللي يتغنى له، ده يتغنى له ويتغنى له ويتغنى له كمان. احلى سجق شرقي ممكن تجربيه في حياتك، عمايل ايديا وحياة عينيا. هتصدقيني لو قلتلك ان الفيديو ده اتصور الساعه 2 بالليل؟ ازاي يا ساره انت بتقفلي الساعه 11؟ لا ما انا هقولك، انا صحيتهم وشغلت الانوار وفتحت المحل ويلا بينا هنعمل فرمه سجق شرقي وهنشتغل يا جماعه. طب احنا عايزين ننام، طب يا شيف ساره مفيش حاجه اسمها كده، يلا بينا. عايزه اقول لكم يا جماعه انا حابه ان كل اللي هيدوق السجق الشرقي النهارده وبكره يكون من عمايل ايدي. ايوه من عمايل ايدي. شايفين الثلاجات ورايا فاضيه ازاي؟ والله يا جماعه الساعه كانت 2 بالليل وخلصنا الساعه 4 الفجر كمان. شفتوني بقى وانا بعمل العقده بتاعت السجق؟ بصوا بعملها ازاي. انا عايزه اقول لكم حاجه، الست اللي عايزه تتعلم حاجه وتعملها وتقول يا رب، والله العظيم ربنا هيبارك لها وهتعملها وهتتعلمها. وما تقوليش مش هقدر، اللي خلاكي تقدري تحملي وتقعدي 9 شهور حامل وتولدي وما ادراكي ما الولاده. انت عارفه احنا بنتعب قد ايه؟ يعني اللي خلانا نقدر نتحمل ده مش خلينا نقدر نتحمل حاجات بسيطه زي دي، مجرد بس انك تقولي يا رب قدرني والله هيقدرك وهيخليكي يعني قد اي حاجه في الدنيا دي. المهم ان ربنا يكون معاكي، انت بس صفي النيه وقولي يا رب وصدقيني هيكرمك ويجبرك ومش هيبقى في حد في الدنيا دي احسن منك. ايه رايك بقى في شويه السجق الشرقي دول؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله، عظمه العظمه. تعالي بقى اقول لك الجزارين بيعملوا السجق الشرقي ازاي، ومش اي جزارين، الجزارين اللي يعرفوا ربنا وعندهم ضمير. مبدئيا كده الهنك اللي انا شغاله بيه ده هنك ضاني بلدي، حاجه كده ما اقولكيش على جمالها اللهم بارك. بصي بقى، بنجيب حته اللحمه الحلوه، وطبعا انتوا عارفين جزاره الشيف ساره غنيه عن التعريف، اللحمه عندنا ليها اصل وفصل، وطبعا منوفي. العجول كلها بنجيبها من المنوفيه وبنوديها على المجزر، هناك بتتذبح وكمان بتدمغ وبتجيلنا بالشكل الجميل ده. اليوم التاني يا جماعه يعني كان صبح عندنا عقيقه، فكنا جايبين الخروف ده برضو من المنوفيه، حاجه بلدي وزي الفل، لحمته ما شاء الله كانت زي العسل. بصوا يا جماعه انا هنا بعمل ايه، بجيب قطع اللحمه وبقطعها علشان افرمها في المفرمه. نشوف بقى احنا هنعمل كميه قد ايه في اليوم ده. اللهم بارك عملنا 20 كيلو لحمه، وضفنا عليهم طبعا كاتشب وفلفل احمر وتوم، عملنا كميه محترمه جدا. قطعه اللحمه اللي انا بقطعها دي اسمها السمانه، احنا بقى بنفصلها في جزء فيها بيتاخد بيبقى تحفه كباب حله، جزء تاني بيبقى تحفه للصينيه. بصوا السمانه بتتقطع ل3 قطع ازاي يا جماعه. الاحلى في قطعه اللحمه انك تفصليها صح. بصي بقى اللي هطلعه دي حته اسمها عظمه المفصل او العكشه، دي بتعمل شوربه عسل. ليه بقى؟ لان اللحمه البقري الصغيره طبعا ما بتعملش شوربه، اللحمه البقري الصغيره الحمراء مش هتعمل شوربه، فلما بناخد بقى العظمه دي او عظمه المفصل او العكشه دي بتعمل شوربه بقى ما اقولكوش، وفي نفس الوقت خفيفه، مش العظمه ام بهاريز دي اللي اسمها الماسوره اللي داخلها بهاريز دي. بصوا حته اللحمه، لحمه جزاره الشيف ساره تدرس، اللهم بارك على اللحمه البنوفي الحمراء العسل. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله. حته كباب حله دي انا خدتها بصراحه، يعني عجبتني وزغللت في عيني كده، اخدتها واخدت كمان موزه. ما انا قلت اجيب معاكم في العرض، ما هو العرض لسه موجود يا جماعه. 3 كيلو من اللحمه القطع ومعاهم 2 كيلو مفروم عاملين 2150 بدلا من 2350، ونص العرض عامل 1075. ايه نص العرض يا ساره؟ عباره عن كيلو ونص من اللحمه قطع، عايزاهم كباب حله، عايزاهم سلقه، عايزاهم خضار زي ما تحبي، ومعاهم كيلو لحمه مفرومه، عايزاه وش، عايزاه 2 زي ما تحبي برضو. بصوا يا جماعه حته اللحمه عندي تتحب، حبيها معايا، حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واهم حاجه الله يرضى عليكي لما تروحي عند اي جزار تركزي في الختم ده، اهم حاجه الختم ده يا جماعه بقري صغير، ان العجول دي بقري صغيره. شايفين الموز؟ ما هو يا جماعه في بقري كبير وفي بقري صغير، ده ليه سعره وده ليه سعره، في جاموسي كبير وفي جاموسي صغير، ده ليه سعره وليه سعره. وطبعا الفرق بين البقري والجاموسي ان البقري اغلى من 100 جنيه فيما فوق. بصوا دلوقتي بقى دي فرمه سجق، ايه رايكم بقى؟ اللحمه القطعه اللي قطعتها قدامكم وشويه فلفل رومي وتوابل السجق بقى، وبسم الله ما شاء الله يا جماعه بنتعامل مع احسن شركتين في مصر. بصوا الجمال، شويه بوش طبعا عشان يبقى فيه طعم، وسنه ليا. بصوا لطفي جاي من ورا ميت، مش هتلاقوا اي حد في الشارع غيرنا احنا مخلصين الساعه 4 الفجر. اللي هياكل السجق الشرقي المره دي بقى يقول لي ايه رايه. اي نعم هي نفس الفرمه ونفس المقادير، بس نفسي فيها يا جماعه، ما انا كنت واقفه معاكم اهو. زي ما قلت لكم معانا عرض اللحمه 3 كيلو من اللحمه، حباه بقى قطع، حباه سلقه، حباه
خضار، حباه، كباب حله، ايه اللي تحبيه. انا بصراحه بحبكم تاخدوا 2 كيلو للسلق وكيلو لكباب الحله، يعني معاكي من ده ومن ده. ومعاهم كمان 2 كيلو من اللحمه المفرومه، ال5 كيلو دول عاملين 2150، ونص العرض عامل 1075. هيكون عباره عن كيلو ونص من اللحمه، حباها قطع، حباها كباب حله، زي ما تحبي، ومعاه كيلو من اللحمه المفرومه. زي ما قلت لك كل ده هيكون عامل 1075. معانا طبعا مصنعات اللحوم الهايله الجباره اللي مكسرين بيها الدنيا ما شاء الله جوه مصر وبره مصر كمان. معانا كيلو من البرجر، ويا جماعه بقول لكم وبقول اهو على العلن وانا واثقه في شغلي 100%، ما عنديش حاجه اسمها برغل ولا فول صويا ولا الكلام ده، مصنعاتنا كلها لحمه وخضار وبوش وبس. وزي ما قلت لك العرض بتاعنا كيلو من البرجر، كيلو من السجق الشرقي، كيلو من كفته الشوي او كفته الفرن، وكيلو من الحواوشي، وكيلو من كفته الرز. ال5 كيلو دول عاملين 1650 بدلا من 1850، ونص العرض عامل 825. يعني تقدري تاخدي نص كيلو بس من الكفته، نص كيلو بس من البرجر، نص كيلو بس من السجق، نص كيلو بس من كفته الرز، ونص كيلو بس من الحواوشي. معانا كمان عرض مصنعات الدواجن، وده عامل 1300 جنيه بدلا من 1400 جنيه. معانا كيلو من البانيه، وكيلو من الاستريبس، وكيلو من الشيش تاووك، وكيلو من كفته الفراخ، وكيلو من برجر الفراخ. وتقدري تاخدي نص العرض بس، وهيكون عامل 650 جنيه، عباره عن نص كيلو من البانيه، ونص كيلو من الاستريبس، ونص كيلو من البرجر الفراخ، نص كيلو من كفته الفراخ، ونص كيلو من الشيش تاووك. يا ريت طبعا تشرفونا، فرعنا زهراء مدينه نصر، شارع الميثاق خلف بنك مصر مباشره. ولو مش قادره، موجوده عندي توصيل داخل القاهره والجيزه، هيجيلك لحد عندك المندوب بالاوردر اللي هتطلبيه من على الواتساب، وهتشوفي الاوردر، عجبك استلميه، ما عجبكيش رجعيه، وانا واثقه 100% انك هتستلميه. بصراحه انا بحبكم اكتر تيجوا، بس طبعا اللي يناسبكم ويناسب وقتكم. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله، مع الف سلامه.